ناخذ الميم ونخدم عليه، تبدأ أشكال وألوان، جمال صرف بحث صحيح نؤمن بيش هذاك، لكن إذا الخط توظفوا وتخرجوا من الميدان هذايا قضيت على كل شيء. واللي هي ميزة من ميزات العرب، لما حتى لا الصين ولا الهند ولا السند ولا أوروبا قادر أنها تستفاد بالأشكال الانسيابية لميزات الخط العربي في مدارس. قلنا الكوفية والثلثية والرقعة والنصري، وكل خط عنده جماليته، كل خط عنده قدوسيته، كل خط عنده خصوصيته، وتوظف وتخدم به، نكتب به القرآن، نكتب به برشا نصوص راقية. يجي اليوم يقول أنا اتجاهي حروفي، نخدم ياسر على شكل الخط، ونستفاد بالاسلوب الانسيابي نتاع الخط العربي نتاعي، ثم نهمل المحتوى. شنو قيمة الخط العربي إذا خرجتوا من المحتوى نتاعه؟ سوي حكمة، قصيدة شعرية جميلة، آية قرآنية، حديث، حتى مقولة نتاع حكماء العالم. جبت له حرف ميم الضاد التاء كذا، ووظفت شكل معين في اشكال مع الالوان متعدده، وقلت انا واني انسان حروفي ما نموش بالنصوص، فهمت نجوزها. هذه كلها باش الحرفات تناول الجانب الفني، جانب خاصه الجمالي التشكيلي، ما تبقى العمر كله. اكيد يجي جيل اخر يغير كما غيروا في جهات اخرى، وان شاء الله ما يتحل ثوره 14 جانفي مش تبقى باش من جمله الركام باش تكنسى هذه أشباه اللي نسميهم الفنانين وأشباه الناس اللي تتكلم تدعي معنا بالله. حديث ممتع وشيق ومستفيض في الموضوع. بقي نحب نخدم بسؤال إن شاء الله ما يكونش شخصي، ما تفهمش عنه شخصي. لا عادي كيفاش تسترزق تو؟ والله هذيك هي مورد الرزق نتاعي، ما عندي حتى شيء. أنا قاعد تروج في بعض أعمالك وتاخذ في مقابل مالي والله باشكال خاصه جدا، يعني شنو خاصه؟ ما علاقات خاصه، مش خاصه. انا عندي مع شكون نتعامل، وثم انسان فاتحه باب رزقه على باب الله، ما عنديش مورد رزق. ثم دعم العائله نتاعي وقت نستحق ساعات باش ناخذ ماتريال وكذا، دعم الاسره نتاعي، العائله نتاعي، اخوتي اساسا. ابقى اني ما باش نقول انا مكفيتني وعايش منها، مستحيل. مستحيل، لا مستحيل بالعكس، يعني نعيش في واقعي باش تصور توا في الشيء نعم فيه هذا، يعني ما نسترزق منه وعايش منه، لا يعني بالعكس قاعد نصرف عليه هاك نصرف عليه. ايوه يعني قاعد نصرف عليه. تواتي خدمه ساعات هاك نحاول الانسان يعيش بالكيماويا نتاعه، بالاسلوب ماديا لحد الان باش نقول لك ما رونتابل، معناها يكفي. لا مش انسان في العمر هذا ما عادش نجم يوخر الكريم، ما عادش نجم يبطل منها ولا كذا، اونجاجي ملتزم باش يعمل فيه، ما عادش نجم نبطل نسيء انسان تخمر ولا في الاديان نتاعته، ما عادش حاجه اللي ممكن نحك راسي نبطل نعمل حاجه اخرى، ما عادش نعمل حاجه تو ما قبل 30 عام انسان في الميدان هذايا، معناها ما نجمش يضحي بها كتجربه وكركام تاع خبره، وممكن قاعد نفيد في برشا خاصه الطلبه اللي يجوا بحذايا واللي ياخذوا مني برشا افكار وبرشا مش توجيهات، اما برشا دعم على الاقل معنوي مادي في الاسلوب اللي يخدموا عليه. باش نقول لك حاجه اللي ماديا ندخل، لا من مستحيلات نبقى الشهر وشهرين نبيع حتى قطعه، ندخل حتى مليون. وساعات بون تصبر اني ممكن نخدم اشغال اخرى باش نعيش. هذه واقع نحكوا فيه، خاطر مش ما بون خاطر نظرا للفن والغير وكل خاصه النحت تاريخيا وواقعيا ونضبط هذا النظام السابق، معناها عمل تنزيلي تابع، معناها هي ثقافه كل كانت تابعه مجيره موظفه للعمل السياسي. من مثقف يستحقوا كان وقت باش يبرر ولا باش يدعم ولا باش يناشد ولا شنو، كيف الفنان باش يجي يزوق مع تاع المنصه نتاع الوزير وشنو هذاك هو حد دور، كانت تكرموا عليه وتعطفوا عليه، مش عبد فرنك انا هذيك، وكانت تعطوش عليه يشوش من القطع من باب التشجيع الاكثر والاقل. اما ما هيش موارد قار، الفنان مش مؤمن، ماهيش نقول نعملوا شهريه قاره وخليه يخدم روح يبدا، صحيح لابد من الحد الادنى من الامن المادي يسموه ستابيليتي فينانسيير، لابد ضروري، هذا مش عايشين به ونقش تطلبه. حتى الانسان ثم عزة نفس معين، اعمل لي شريك خلينا نخدم، انا نعطيك فلوس وش قاعد تاخذ ما راح تبيع برشا. بالنسبه للواقع الفنانين ثم برشا تجربه باش يعمل برشا حديث اشياء برشا. ديوان الصناعه التقليديه لا مش واقع معكم؟ معناش بالشغل، ما معناش حتى ديوان جمله في التطوير، ماهيش معترف به جمله يعني. لا زهير ولا غيره ولا كل صدق ووضوح 10 سنين نعمل شيء بالبلد هذه. انا امس بركه نوفمبر جويي
معايا إذاعة تطوين برنامج سؤالي مسؤول، قلت لهم باش ما عندناش مسؤولين باش نحكي معاهم. ما فماش مسؤولين، ما فما حتى مسؤول معدي كرسيه. مثلا 10 سنين ما حتى خصله، باش تحب تحكي معاه هذايا. نعرف هو كان يبندر ويدربك للحزب للتجمع. خدام كرسيه بالتجمع، التجمع مساء باش ما عنده حتى مستوى باش حتى انسان جاء ولد مش عارف السابعه ثانوي ومش عارف كذا. ال10 سنين بقى على الاقل يتعلم يتعلم على في العشر يفيد. هذه 10 سنين داخل شيء ما دار حتى شيء. في الوقت اللي عندنا كنوز في القريه الحرفيه عملوا 6 سكروا مش لهنا لحد الان. من اول من جان في التوا ما نعرفش خريطه وجه. كان الكهرباء شو تحاول تمشي يقول لي ساعه تقليديه. هو قانونيا ما يعتبر عنصر ما اداه مسانده، ما سوتيان واكومبانيمون، ما مصاحبه لمشروع معين. هذا يجيب حدايا يحول المسؤولين ما فاهم شيء. تقول لي مسؤول شو ساندك؟ كي جاب حدايا مره واحد من المسؤولين اللي سمعت تقليديه في تطوين لقاني نخدمك ثم شويه بقايا نتاع قال لي شنو الشخص يا حسن ورشه وقريه حرفيه هذه مشروع دولي تعمل في فرنسا ولا شيء. وثم ناس من يحكي احنا الخيان علي جليتي من عامل كاميرا يبث مباشر الخدمه نتاعو والناس تتفرج فيه. هاي العقليه نتاعنا معها جامده مجمده، هي جامده في حد ذاتها، هي مجمده لغير يحب يجي القريه يلقاها نظيفه. اي مش بوتيك تعرض هذايا شناتي ليه ورشه. بالعكس انت شيخ تلقى ذاك قلت هذاك القش شوف انت تاع الكرناف ونخل القاوري الاجنبي اللي غاد بيعش هذاك يجي يعمل كيف يبدا يقلب في الكرناف ويوسع عليه ويعمل كيف مس حاجه طبيعيه. انت ولد بلاد وفي بالك منها جسم وعطر ومش عارف السوتيان تاع الحرفيين، انت اولى الناس هلكتها الحرفيه هذه هلكتها. جي ما تخدمش كذا المنع ولا مش عارف ولا تعملش هيك معها محددات مش عارف ضوابط كذا لدرجه الانسان بطل باش يشد اي خدمه اخرى ولا كسر. كان هم بحد ذاتهم حتى المسجد مش عارفين ايش قاعد يعملوا. مو عندي في كامل تضاد معاهم يعني. مش من توا من قبل يعرفوا الوقت معاهم، مش بعد على التجربه باش يخرب لك يعرفوا الوقت من قبل وهم غير. انا مش تحكي معي هذا حد وعي ولا حد عقلته سوى باش يفيدك هو. بالعكس تجي له محتاج 4 ساعات ولكن سبحان الله هو فاك المنصب باش يفيد. لا تقدم لا دعم ارقى شيء ناخذ منها ارقى حتى من وعيهم من مسؤوليتهم هم. وحتى بتاع مسؤوليتهم مش فاهم روحش قدام. تبقى حد كبير ويعمل استزيد على الدورنتين الحاسوب على الملفات ممكن ما يسموا وتجي تخلي قال شنو صح على السله دي. يعني ورشه تحب تجي قرصه نظيفه ولا نخدم بالبطن وضعيات وعقليات وحسابات ما مش نحس في حديثك كثير من الالم. حس فيك معنا لا هذه مخاطر فعلا معناها خراب نعيشوا فيه. أيوة. قاعدين نبنوا في الخراب قاعدين نبنوا في الخراب لحد الان. خاطر ماشي رجل مناسب من مكان مناسب. كان عندنا ناس اصحاب اختصاص يفيد يقدم من ياسر شوي. هذا برك سؤالين ما سيطر